حقيقة مرة ما خاطرت لي ببال، وقصص عشتها ما دارت لي بخيال، كان سببها الجوال. والله إني أستحي من ذكرها على مسامعكم، ناهيك أن أقصها بين أيديكم. أوجه رسالة من خلالها وأذكر الآباء والأزواج من عواقبها. أقول فيها: اتقوا الله في جوالات اللمس التي في متناول أولادكم وبناتكم، فوالله إن الفاحشة قد انتشرت وذاعت وفاحت رائحتها، وأصبحنا نسمع ونرى قصصا تحرق الدم وتخلع القلب. أيها الأب، ما زال ولدك تحت قبضتك وفي ظل رعايتك، وما زلت لم تسمع شيئا عن أخلاق وشرف ابنتك، فمن الآن لا داعي للجوال، لا داعي للجوال في يدها، ولا تأخذك العاطفة والرحمة التي هي في الحقيقة غش لها وسبب في خدش عرضها وحيائها. صدقني واقبل نصيحتي، فوالله إني أكلمك الآن وأنا أذكر وأتصور قصصا عشتها يكاد قلبي يتقطع منها ويتندى جبيني خجلا عندما أتذكرها. يا أولياء الأمور، نحن في زمن الفاحشة التي قد سهلت لها الأسباب، وأصبح ما كان مهابا ومستفحشا ويخاف منه لا يحسب له حساب. يا أيها المصلحون ويا أيها الدعاة الغيورون، الواحد منا والناس ينظرون لنا وأننا لا يأمن على نفسه من نظرة غير مقصودة أو مشهد لصورة في جواله عابرة فاضحة، فكيف يرضى الآباء لبناتهم، كيف يرضى الآباء لبناتهم وشبابهم أن يمكنونهم من الجوالات، والتي باستطاعتهم وبهمسة أيديهم أن يروا ما يشعل غريزتهم ويسحق دينهم وحياءهم. اللهم إني أتكلم في هذه الساعة ودمي يحرقني والحزن يقطع قلبي وفؤادي من القصص التي اطلعت عليها وعشت أساها ومرارتها. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. اللهم من نشر هذا المقال فاستر عرضه واحفظ أولاده وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن.